هلا جديا ما بعتقد في حدا مش مبسوط وفرحان للمنتخب العراقي بمن فيهم الشعب الاماراتي اللي حضرت له كثير مقابلات وهن عم بيباركوا للعراق واقل كلمه كانت بيستاهلون. لكن انا بدي احكي شوي بالشق الاماراتي. هيدا المنتخب ربما اكثر منتخب كلف بتاريخ الامارات. ما في شيء الدولة ما عملته لهيدا المنتخب، ما في شيء ما قدمته، ما في شيء ما امنت لهم اياه، ما في شيء ما خلت وما طورته. مستحيل ما في منتخب إماراتي بتاريخ الكرة الإماراتية أخذ العز اللي أخذه هيدا المنتخب. لكن النتيجة بالتصفيات الأولى اللي هي تلعب ضد منتخبات ما حدا بيعرفها، فاز الإمارات 5 مرات وتعادل مرة، كان مع البحرين. أما بالتصفيات المؤهلة مباشرة لكأس العالم لعب 10 مباريات فاز 4 فقط. يعني تعادل مع قرغيزستان وتعادل مع أوزبكستان وتعادل مع كوريا الشمالية وخسر من إيران مرتين وخسر من أوزبكستان. رجع راح على الملحق، ربع على عمان، خسر من قطر. رجع راح على ملحق آخر، تعادل مع العراق بالإمارات ورجع خسر من العراق. وبالتالي مش معقول، يعني إذا 3 خسارات بالتصفيات وخسارة من قطر 4 وخسارة من العراق 5، يعني خسر 5 مباريات، تعادل 3 ووحدة بالأول 4، 5 أمام العراق 5 مباريات كمان تعادل. مش معقول. المنتخب الإماراتي خاض 20 مباراة 20 مباراة وما قدر يتأهل. كرمال هيك اليوم بس نحكي عن العراق عن جد بنحكي بفرحة، لأنه هيدا المنتخب بيستحق يتأهل لسبب واحد، والله 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 فرحة شعبه بس. لأن ما في حدا ما بيفرح لشعبة العراقيين. أما جمهور الإماراتي العاشق لكرة القدم، الله يعينه على هيدا المنتخب. والله إذا في حدا بده يزعل على شيء بيزعل بس على الجمهور اللي كان لاحق المنتخب من بلد لبلد وعم بيسانده.